رح انهي لك مسيرتك، هيك توعد روي كين هالاند. لكن عم نحكي هالمرة عن ألف هالاند، والد نجم مانشستر سيتي الحالي إيرلينغ هالاند. عام 1997 وخلال مواجهة بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد بيتعرض روي كين لإصابة خلال تاكل عادي من ألف هالاند. لكن روي كين معروف كان بلعبه الخشن والقاسي، ما اعتبرها أي إصابة، وتوعدوا لألف هالاند بأنه ينهي مسيرته. الأيام بتروح وبتجي وأربع سنين بتمرق، وبعام 2001 ألف هالاند كان عم يلعب بقميص مانشستر سيتي. روي كين قرر انه يوفي بوعده وبيتعرض للاعب النرويجي بتاكل مرعب على قدمه اليمنى. هالاند كان قادر يستكمل المباراة بحسب تصريحات روي كين لاحقا بكتابه اللي نشره عام 2015، وبيقول فيه انه هو ابدا مش ندمان على اللي عمله، وانه لو رجع فيه الزمن كان بيرجع بيعملها، وانه هيدي كان تاكل، مجرد تاكل عادي من مباراة كرة قدم، وما كان هدفه اي اذية. روي كين المعروف بخشونته بيقول كمان بكتابه انه هو عمل كتير اخطاء وضرب العديد من اللاعبين، وبيعرف الفرق بين القتل وبين الاذية. لاحقا بصيف العام 2001 كان ألف هالاند تعرض لعملية جراحية بقدمه اليسرى، وبيقول هالاند انه هيدي العملية كانت بداية نهاية مسيرته الكروية. لكن نرجع بنشدد انه روي كين كان تعرض له بقدمه اليمنى، فهيك فينا نقول انه روي كين بريء من نهاية مسيرة ألف هالاند، لكن مش بريء من تعرض للعديد والعشرات من نجوم البريمير ليج بتاكلات مرعبة ومخيفة.